مساء الخير عليكم وكل سنه وانتم طيبين، وبقول لكل كل سنه وانتم طيبين. وبحيي الفرقه الموسيقيه بقياده استاذنا احمد العجمي. عايزين تسقيفه حلوه كده، عايزين كله يصحى. وبحيي الاستاذ محمد سعد، تسقيفه جامده كده، والاستاذ محمد خضير. وبحيي استاذنا اللي هو قلد الشيوخ وعجبني جدا، فبنحييه تسقيفه جامده جدا. عايزين بقى كل يفوق كده معانا. الجنب ده عايزين تسقيفه جامده كده. لا ده انتوا نايمين خالص. طب الجنب ده، الجنب ده. السلام عليكم بقى يا باشا. كلنا بنسمع لجنه استماع الاصوات والبرامج اللي كلها غنى وستار اكاديمي كده. النهارده بقى اعمل لكم نجوم الفن داخلين لجنه اعتماد الاصوات. عايزين نسمع تسقيفه جامده. الليمبي بقى هو اللي بيمتحنهم. السلام عليكم. بقول لكل بني ادم بقه بياكله، وخلي بالك من السلم الموسيقي، ولو السلم مكسور اطلع على الاسانسير او اطلع على الترابزين او اطلع على قفا اللي جنبك عشان اليوم ده يعدي على خير. حزلقوم، انا عايزك تغني، عايزك تنتشر في المنطقه. لا اله الا الله. في يا عم، انا مطرب مهرجانات وبضرب شقلباظات وبشعلق في الميكروباصات، مش كده يا كبير؟ بابا انت كداب والله بصراحه. انت ولا بتاع مهرجانات ولا حاجه، انت ولد فافي سيس من بتوع اكياس الشيبسي، اخرك اغنيه بيبي وبعد ما تسمعها تروح تعملها بروحك في الحمام. الريحه المعفنه دي مالك يا سيدة زي متزرزه كده؟ حرام عليك يا منى، بقالي ساعه واقف ومحدش عايز يبقى خبر. ماشي، جنب حبل صوتك. وربنا ما معطوب احني بغبل صوتي بحبل الغسيل بحبل المشنقه. اهو اي حبل اتشغل عليه بالسلام. الرحمه يا ناس. بقول لك ايه يا سناء يا جميل، خد كمان الشمال واطلع بره. انتوا اللي اعتمدناها زعل. كمال ايوه عايزه ايه يا سناء؟ هي طنط لولا اعتمدوها اذاعه وتلفزيون؟ تصور يا سناء ان طنط لولا اعتمدوها اذاعه. يا معقول يا كمال؟ لا بقى بعد كده لما الواحد لازم يغني لازم يقعر بالجديد. بالجديد يا بالجديد. ملكة مزهرة بالنجا داخل. يا حلاوه بلجنة اعتماد الاصوات يا ملك عذاب. بصراحة كده وانا بدندن في الحمام زي لهبل، لقيت ضحى غريبة راحت خابطة في السفون، راحت مكهرباها. قلت يا مدام السفون اتكهرب اديها فن ما ترحمهاش. يا حلاوة. عايزين تسقيفة جامدة كده. بقول لك يا يوسف، خد امينه رزق كده وحب بعض برضه. يا ده المهزلة الفنية يا أمينة، لما كنت أخدك ورايا على البسكليتة وأنا أقول في شارع الأهرامات كنت تقومي فعل موال من دول تجيبي أجل الناس الحاضرين. يخيبك يا يوسف، فكرتني بالعظمة. يا هو فلتسكت بنت سلطح مطح. بقول لك يا محمود اميدو، اطلع بره كده صوت. أنت بكلمني أنا يا أفندي؟ طب ورا كده والشرف المهنة اللي فوق كل اعتبار. انا صوتي من احسن الاصوات. انا كنت بنافس عبد الحليم، بات عبد الحليم نافست عبد الجبار. في دماغك الزنكه وتقول لي مين عبد الجبار؟ هقول لك اللي بتحط على الجرح خلال ده. وابتدى المشوار، وآية خوف وآية خفرة. طب وربنا في اخر الاهرام يا عيني. بقول لك قاعد الادب، مش قلت لك ما تخليش ممكن ما يجي يغني؟ والله سالتك على الاوفر. بايه شرفك يا باشا؟ قلت له بلاش تغني يا محمود علشان صوتك وحش. قال لي لو ما غنيتش هوديك للقطه. اصل محمود رغم انه فنان انما غاوي قطه، بس لو القطه خربشته
هيفرحها، هيديها يا بومبا يعني. بقول لك ايه يا يونس الشلبي، اطلع بره. يا جدع والله العظيم يا جدع انت بتقولها كلام غريبه. امي بتدعي لك بتقول لي ما تروح تغني مع عمك حسن النيل بقى، اغني الاغنيه دي ولا اعمل ايه؟ بقول لك افرض احمد طلعه. بتعرف مين اللي عملك مطرب؟ الفن بريء منك ومن امثالك. اطلع بره راجل يا مان، شوف الجماعه ده. الله. ده كلام. هو يوم الله يرحم الزبان وطرب زبان. الله يرحمك يا كفته. الله يرحمك يا كفته. كان المطرب الوحيد اللي كان يغني على الفحم وفي ايديه سير. ابو بات في حادثه الرغيف. الله يرحمك يا كفته. بقول لك ايه هنا شاكر، مش عشان بتاع الامير البتاع وهتغني لي. يلا هاني شاكر. طول عمري استغربت وكان امل استعبطت، ولما سرقتي وجريت بجاكيتتي شمرت جلابيتي وجريت بشبشبي، ونفسي احصلك ما انا مسروق اعذرني، مسروق اعذرني، بستغربك طول عمري. عايزين نتكلم عن الجواز. اللي سعيد في حياته الزوجيه يسمعنا تسقيفه كبيره. جميل، ده حلو ده. طب انت عايش في حياته الزوجيه يسمعنا تسقيفه. ده انتوا والله كنتوا النهارده في الشارع. طيب انا نزلت الشارع المصري عشان اسال الناس عن الجواز، فلقيت واحد صافي بقول له ايه رايك في الجواز؟ قال لي قطيعه تقطعني وتقطع الجواز في يوم واحد. الجواز مشاكل عائليه وعاطفيه والشكل الحيط وقفاته ليا. قال على راي المثل يا مقابل للستات يا مقابل للميه في البكابورتات. فلقيت واحد صعيدي قلت له ايه رايك في الجواز؟ الجواز عامل زي البطيخ، لا اما محمره وطعمها مسكر وزي الشهد، لا اما طعمها ماسخ، وجواز الايام دي ماسخ ملوش طعم واصل. قلت ما فيش غير اهل الفن، فقلت الفنان محمد صبحي انت ايه رايك في الجواز؟ فقال لي اهو انتوا كده يا بنات اليوم قبل الجواز ما يكونش لكم طعم الزيت وتاكلوا لنا بالشوكه والسكينه، اديكوا بعد الجواز تسمى لنا امك لا اله الا الله، وبعد كنتوا بتاكلوا بالشوكه والسكينه، تاكلوا بالشوكه وتقطعونا بالسكينه وتعبونا في الجواز. ماشي. بحيي الفرقه الموسيقيه وكل سنه وانتم طيبين، وبقول لكل ام كل سنه وانتم طيبه. شكرا على حسن سماعكم.